يا سيسي رفعت راسنا بالعدل والحرية، ونفسي يا سيسي تبقى رئيس الجمهورية. هذه واحدة من طوفان أغنيات مصرية تتحدث كلها عن رجل واحد صار ملء السمع والبصر: عبد الفتاح السيسي. السيسي في كل مكان، في الإذاعة والتلفزيون والصحافة. إطلالاته القليلة يستعاض عنها باشتغال واضح على صناعة زعامة متفردة به وله، قد تأخذ لاحقا شكلها المحسوس: الرئاسة. لم يعد لدى النخبة في مصر اليوم مشكلة مع وصول عسكري إلى الحكم، والأصوات التي ملأت الدنيا صراخا ضد العسكر توارت خلف البزة العسكرية. حمدين صباحي نموذجا. السيسي ولا تفضل يا سيدي؟ يعني يمكن ان يكون الاثنين. اذا طرح الفريق الكلمه رنت في دماغي. اذا طرح الفريق اول عبد الفتاح السيسي نفسه، فانا واحد من مصريين يعرفون قدر القوات المسلحه ويحترمون دورها. وهذا صباحي زمن المجلس العسكري. سبب ان في اعلان دستوري مكمل صدر، وانا اعربت عن اعتراضي على هذا الاعلان من اللحظه الاولى، واعتقدت انه بيكرس هيمنه المجلس العسكري على دوله نريدها ان تكون مدنيه بالفعل. هو نفسه في قديم الزمان ايام التحرير الاولى. لكن له دور واحد يحمي امننا القومي ضد عدونا الصهيوني، ولا يتدخل ابدا في اي حياه سياسيه داخليه. لكن السيسي الذي نفى في إجابة حمالة أوجه للواشنطن بوست في يوليو الماضي طموحه للسلطة، هو الآن بحسب واقع الأمر رجل مصر الأول وحاكمها الفعلي، أمر فطن إليه المذيع المصري المثير للجدل توفيق عكاشة، فخاطب المصريين داعيا إياهم إلى التفكر مليا لما لا يصير الفعلي دستوريا، دون أن ينسى التحذير التاريخي المرافق للعسكريتاريا: بطانة السوء. اللي بيحكم مصر هو الفريق عبد الفتاح السيسي بشحمه وبلحمه. حملات دعم السيسي للترشح تتصاعد بشكل كبير داخل المجتمع المصري، مثقفون ونقابيون وعمال، والشباب الثائر بنسخته الجديدة تمرد قال إنه سيدعم السيسي إذا ترشح. الفريق السيسي ده كان ممكن يوم 3 يوليو بدل ما يبعت يجيب محمود بدر والدكتور البرادعي ومحمد عبد العزيز وبقيه الناس دي، كان ممكن يبعت يجيب واحد زي محمد مرسي او محمد بديع او خيرت الشاطر، ويقول لهم والله انا محتاج امتيازات شخصيه 1 2 3. الفريق اول الذي ظهر اخيرا بثياب مدنيه، وهو ما رأت فيه الفاينانشال تايمز استعدادا للرئاسه، صار وحيدا في الصوره. البرادعي في الخارج وحمدين في الخلف، الاخوان المسلمون مسجونون او مطاردون، الكنيسه والازهر معه، والنخبه الثقافيه تخطب وده، والغناء مستمر.